من هم الفايكنج؟ قصة الأوروبيين الذين وصلوا إلى أمريكا قبل كولومبوس ب500 عام. في نحو عام 1000 ميلاديا أبحر الإسكندنافي ليف إريكسون غربا من مستعمرة نورس في غرينلاند، واكتشف أرضا خيالية سماها فينلاند. لم يطل الزمن قبل أن تتحول الأرض الجديدة إلى مقبرة للفايكنج والسكان الأصليين على حد سواء. من هم الفايكنج؟ بسبب التاريخ اللاحق للأمريكتين أصبح اكتشاف رجال الشمال أو الفايكنج لأمريكا أحد أكثر الجوانب التي درست في عصر الفايكنج من عام 800 إلى عام 1100، وهي الفترة التي شهدت نشاط الغزاة والتجار المستوطنين الاسكندنافيين في معظم أنحاء أوروبا. عرف الفايكنج عن العالم أكثر من أي أوروبيين سابقين، ونظرا إلى أنهم كانوا مصدر التواصل الأوروبي الوحيد المثبت قبل كولومبوس مع الأمريكتين، فإن الانبهار بالاكتشافات الاسكندنافية هو أمر مفهوم. هل يستحقون كل هذا الاهتمام؟ يوصف الطريق الاسكندنافي إلى أمريكا أحيانا بأنه طريق الانطلاق، لأنه سار على مراحل من مجموعة جزر إلى أخرى مع معابر قصيرة نسبيا في البحر المفتوح بينهما. جاءت الخطوة الأولى على الطريق قبل 200 عام من اكتشاف ليف فنلاند مع غزو واستعمار الجزر الشمالية بإسكتلندا بعد عام 800. تبع ذلك بعد نحو 25 عاما لاحقة بمستوطنة جزر فارو ثم أيسلندا في عام 870، وكانت الخطوة التالية هي تأسيس مستعمرة نورث غرينلاند من قبل إيريك الأحمر عام 980. ونظرا إلى أن غرينلاند جزء من قارة أمريكا الشمالية من الناحية الجيولوجية، فيجب اعتبارها أول مستوطنة أوروبية في الأمريكتين، رغم أنه من النادر تعريفها على هذا النحو. سرعان ما أعقب مستوطنة غرينلاند أول رؤية أوروبية للبر الرئيسي لقارة أمريكا الشمالية، وهو إنجاز حققه تاجر أيسلندي يدعى فيارني هيرجوليفسون. من الواضح أن هذه لم تكن غرينلاند، لذا أبحر فيارني شمالا، وبعد يومين شهد أرضا ذات غابات مسطحة، وأيضا لم ينزل إلى هذه الأرض. وبعد الإبحار في الشمال الشرقي مدة 3 أيام أخرى، واجه فيارني أرضا صخرية جبلية جليدية اعتقد أنها قاحلة تماما، فغادر فيارني هذه الأرض متجها إلى الشرق، ووصل بعد 4 أيام إلى مستوطنة نورث في غرينلاند. كان هذا في وقت قريب من تحول أيسلندا إلى المسيحية، وحين تحول فيارني جنوبا وصل بعد ذلك إلى أرض منخفضة الغابات بها شواطئ رملية بيضاء، وقرر أن يطلق عليها اسم فورستلاند. ولدى إبحاره إلى الجنوب الغربي مدة يومين اكتشف ليف أرضا تعج فيها الأنهار بسمك السلمون ويكثر على ضفافها العنب البري، أطلق ليف عليها فينلاند أو واينلاند. أمضى شتاء مريحا مع رجاله، وبدت لهم هذه الأرض لطيفة للغاية، بحيث لم تكن هناك حاجة إلى علف شتوي للماشية. كانت أيام الشتاء أطول بكثير مما كانت عليه في غرينلاند. لم يجري ليف أي اتصال مع السكان الأصليين، ووقعت المواجهة الأولى القاتلة بين الطرفين خلال رحلة المتابعة الاستكشافية التي قام بها شقيقه ثورفالد. لم يكن موت ثورفالد على يد الأمريكيين الأصليين كافيا لردع محاولتين على الأقل من قبل الاسكندنافيين للاستقرار في فنلاند. أجريت محاولة ثانية للتسوية من جانب أخت ليف غير الشقيقة، فقد سافرت بالفعل إلى فنلاند كجزء من رحلة كارل سيفني. سجلت رحلة واحدة فقط إلى فنلاند، وفي عام 1211 انطلق إيريك جنوبسون أسقف غرينلاند إلى فنلاند، ولكن مصير بعثته غير معروف. ظهر الدليل الأثري على وجود الاسكندنافيين في أمريكا الشمالية عام 1961 مع اكتشاف مستوطنة من بيوت طويلة وورش عمل في الطرف الشمالي من نيوفاوندلاند بكندا حاليا، بحسب ما نشره موقع BBC. والبيت الطويل هو المسكن الاسكندنافي النموذجي، ولكن بيوتا مماثلة قد بنيت من قبل الإنويت وشعوب أمريكية أصلية أخرى. وما قطع الشك باليقين أن هذه مستوطنة للاسكندنافيين كان العدد الكبير من القطع المعدنية المكتشفة في الموقع
وضمنها براشيم السفن المصنوعة من الحديد المطاوع ودبوس من البرونز الاسكندنافي النموذجي. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة، ثم اضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أحداث ومعلومات.